السلام عليكم. اليوم نقدم لكم واحد الشوربه ديال التشيشه والحمص، وبالطبع كذلك بالخضر. اذا هاد الغرض كنحتاجو خيزويه مقطعه على هاد الشكل طريفات صغار، اللحم مقطع طراف، كذلك بصله وحده متوسطه محكوكه، حمص قيمه واحد الكاس، شويه ديال الكرم حتى هو مقطع طريفات صغار، بطاطا حتى هي وحده مقطعه على هاد الشكل، مطيشه متوسطه محكوكه، ملعقه ديال مركز الطماطم، وشويه ديال التشيشه. بالنسبه للتوابل غنحتاجو شويه ديال الخرقوم، شويه ديال سكينجبير، ابزار، كمون، وشويه د الملحه ومعدنوس للتزيين. وبالطبع غنحتاجو زيت نباتيه وزيت البلديه. اذا نتلاقاو باش نشوفوا طريقه التحضير. اذا في الطنجره غادي نقوموا بتشحير البصله ديالنا في الزيت كما كتشوفوا. انا درت زيت البلديه والزيت النباتيه، غنشحروها هي ومطيشه. ثم غنضيفوا لهم العطريه ديالنا كما كتلاحظوا، غنضيفوا الكمون، البزار، سكينجبير، وشويه ديال الخرقوم، وبالطبع الملح. اذا كما كتلاحظوا انا كنقوم بتشحير البصله ومطيشه مزيان مع التوابل، كنخلطهم مزيان. اذا بهذا الشكل خصهم يجيو نازلين. اذا هكذا. ثم كنضيف اللحم كما كتلاحظوا، غنضيف القطع ديال اللحم اللي قطعتهم طريفات صغار. كما كتلاحظوا هكذا فهما كنخليهم شويه. بعد ذلك غادي نضيف قطع الجزر كما كتلاحظوا بهذا الشكل. ثم غنضيف البطاطس المقطعه كذلك طريفات صغار مع التحريك. ثم المكور او الكرنب، ثم الحمص. فهي كتجي شوربه رائعه بهاد العناصر اللي فيها. اذا كما كتلاحظوا كنخلي جميع العناصر مزيان بهذا الشكل. ثم كنضيف مطيشه الحك بمقدار ديال ملعقه كبيره بهذا الشكل. ثم غادي نمرق الشوربه ديالي. اذا كما كتلاحظوا غنقوم الان بتمريق الشوربه ديالي. غنضيف الماء الكافي بهذا الشكل كما كتلاحظوا مع التحريك. كنحركوها مزيان حتى كيتجانسوا العناصر فيما بعضياتها بهذا الشكل. ثم الان غنضيف التيشه اللي انا غسلتها مزيان بهذا الشكل كما كتلاحظوا، ونخلطوا العناصر ديالنا مزيان. فهي كتجي شوربه رائعه خفيفه ولذيذه.
انا دابا غادي نسد عليها ونخليها طيب مزيان. اذا كما كتشوفوا هي الشربه ديالي حليت عليها سديت عليها ودابا ضفت ليها المعدنوس كما كتشوفوا، فهي كتجي خاسره كما كتلاحظوا مع دوك القطع ديال اللحم كيعطيوها واحد البنه رائعه. اذا غادي نعاود نخليها شويه تغلى. انا ضفت ليها شويه الماء لحقاش لقيتها نشفات، بما ان فيها التشيشه وفيها بطاطا فهداك الشيء كيخترها. الو غادي نخليها تزيد شويه على ما المعدنوس حتى هو يسخن مزيان فيها. ابخي غادي نقدمها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا كما كتشوفوا الشربه ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه ولذيذه. الى عجبتكم الوصفه اشتركوا معنا على القناه ديالنا وضغطوا على زر اعجبني، والى اللقاء في فيديو قادم.